لو أي حاجة ما مشيتش كما قال الكتاب في موضوع الولادة، الست تشعر بذنب رهيب. من لحظة ما بنعرف إن إحنا حامل، أنت بتحطي على نفسك، أو الكون، الخليقة، طبيعة المرأة حطت عليكي مسؤولية كاملة تجاه هذا الجنين. تاكلي إيه وما تاكليش إيه، تنامي على أنهي جنب، تسافري ولا لأ، تبطلي قهوة إمتى، تبطلي سوشي إمتى، توقفي عادات معينة، ما ينفعش بتوطي وما ينفعش تشيلي، حياتك كلها بتتشقلب. 9 شهور أنت مسؤولة مسؤولية كاملة، طبعا بعد ربنا، لكن انت بتحسي بمسؤوليه الزوج ما بيحسش بيها خالص، انه انا اللي عليا مسؤوليه استحياء هذا الطفل قبل ما يطلع اصلا. طبعا ده لسه احنا ما شفناهوش ولا نعرف حاجه، احنا بس عندنا المسؤوليه دي، والمسؤوليه دي بتكمل معانا بعد الولاده. الولاده في حد ذاتها دي فرهده، لانه ما فيش اي خبره في حياه البنت قبلها تقارن، ما فيش اي حاجه تهيئنا للحظه دي. فكم التخوف اللي البنات بتخش بيه اوضه الولاده، بيبقوا بيترعشوا لانه مش عارفين احنا داخلين على ايه. وفي بنات فعلا الخبرة بتاعة الولادة بالنسبة لها ترتقي لمستوى التروما، انه كان في مثلا تعب في الولادة، الوقت الولادة طول قوي قوي، انه كان لازم يحصل تدخل بقيصرية، انه راح نفس البيبي، انه نبض القلب مش عارفة جراله ايه، ان الست نفسها جالها تسمم بحاجة معينة، جالها سكر الحمل، جالها ضغط واطي بسبب، يعني حاجات كتيرة قوي مرتبطة بلحظة الولادة. فهي محتاجة تبقى مركزة قوي 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 انه مفيش حاجة تمشي غلط، بس في نفس الوقت مش عايزة تركز خالص عشان اللحظة تعدي من غير ما تحس بيها. ولو أي حاجة ما مشيتش كما قال الكتاب في موضوع الولادة، الست تشعر بذنب رهيب، إنه أنا فشلت كأم من قبل ما ابتدي أصلا، أنا ما عرفتش أولد طبيعي. طب هو بيعيط كتير ليه؟ احنا بنكتشف بقى لحظة الاكتشاف دي اللي هي بتدوم شهور، وخصوصا لو ده الطفل الأول، بنبدل كأننا بنبدل المشيمة اللي بنفقدها في الولادة، بنكتسب بقى شعور بالذنب والتقصير.